يا صباح الفل يا صباح الجمال على احلى اخوات وعلى احلى متابعين. لو اول مره تدخلوا قناتي انا رشا. النهارده بقى هعمل لكم الزبده النيوزيلندي اللي مكسره الدنيا كلها واللي نازله ترند. هعملها لكم النهارده وهقول لكم بكل امانه، وانتوا عارفين ان انا لما بنزل الفيديوهات بقول لكم بكل امانه الحاجه طلعت معايا ازاي. بس بجد الزبده طلعت عظمه بجد. هقول لكم على المميزات، ولو في اي عيوب ولا اي حاجه هقولها لكم في اخر الفيديو. بس تابعوا معايا الفيديو للاخر وحطوا لي بقى لايك كده وكومنت حلو منكم ليا. بصوا يا جماعه لسه مطلعاها من الفريزر، فهتلاقوني كده بتعارك معاها، بس هي الزبده بجد عظمه. ايه رايكم؟ بصوا الشكل قالب زبده جايباه نيوزيلندي من بره. بجد يعني حاجه عظمه والله. الواحد لو يعرف الفكره دي كان عملها من زمان بدل ما هو بيشتري زبده. ايه رايكم؟ حبيت ان انا اوريها لكم وانزلها معاكم واقول لكم بكل امانه ايه اللي حصل معايا وطلعت معايا ازاي، وايه اللي فيها، وكل حاجه عن تفاصيل الزبده النيوزيلندي انا هقولها لكم في الفيديو ده. بصوا يا جماعه الشكل بقول لكم الشكل بيحكي عن نفسه، وعايزه اقول لكم وانا واقفه ريحتها عظمه بجد، ريحتها تحفه يا جماعه. وانا واقفه طبعا في حتت بتبقى واقعه كده عماله بقى انا ادوق فيها بصراحه، لاني انا من عشاق الزبده. جبت لكم بقى حته كده بقول لكم بصوا هوريها لكم. زبده زبده يا جماعه، مفيش فصال ومفيش كلام. والله العظيم بجد كده حاجه يعني ايه بجد. يا ريتنا عرفنا بقى السر دوت من زمان. كان الواحد ما اشتراش بقى زبده كتير كده، وكان عملها في البيت زي ما احنا عاملينها دلوقتي وهنعملها مع بعض. سهله جدا بسيطه جدا. يعني ما تنسوناش بقى في اللايك كده. يلا بقى نبدأ كده نسمي الله ونصلي على الرسول، ونشوف بقى كده المقادير بتاعتنا والمكونات والخطوات بتاعتنا لازم نمشي عليها بالظبط. عندي هنا كوباية لبن أو كوباية حليب، كوباية زيت، كوباية زبدة ما تكونش سخنة. يعني أنا فكاها بس مش سخنة. لو الزبدة سخنة هتبوظ الدنيا خالص، فبلاش الزبدة تبقى سخنة. تمام. والتلات كوبايات لازم يبقوا قد بعض. جبت الخلاط بتاعي، عندك هاند بلندر أي حاجة. الخلاط مش مشكلة، الخلاط ده في كل بيت، يعني جايبين لكم اسهل حاجه. هنزل بكوبايه الحليب واديها ضربتين تلاتة كده لحد لما تعمل ايه، فوم معايا كده، تعمل رغاوي كده، واللبن يتقل سنه معايا. هفضل اضرب كده فيها زي ما انتم شايفين، وهوريكم برضو دلوقتي القوام. بجد يا جماعه الزبده دي ابهرتني بجد. بصوا مش عارفه هو مش واضح معاكم، بس هو عمل معايا تقل سنه يعني، وعمل معايا فوم. هنزل بقى بكوبايه الزبده بتاعتي، وزي ما قلنا التلات كوبايات يبقوا قد بعض. هافضل بقى أضرب وأفصل كده، أضرب وأفصل لحد لمّا هتشوفوا معايا دلوقتي الزبدة كده يعني هتتماسك وتنزّل كده إيه، مادة سايلة. يعني بُصّوا هتلاقيها كإنها إيه، فصلت اللبن. هنشوفها دلوقتي كده مع بعض، يبقى أنتِ كده ماشية تمام. لو الخطوة دي معاكِ عملت زي ما عملت معايا يبقى أنتِ كده ماشية صح وتمام. بصوا باقول لكم أهو، بصوا السمك بتاعها. عايزة أقول لكم أقسم بالله يا جماعة أنا كل ده بادوق، يعني أنا من ورا الكاميرا بقى يعني إيدي شغالة وبادوق مش سايبة نفسي. بصوا طالما عملت معاكِ كده يبقى أنتِ كده ماشية تمام. هاجيب بقى عندي هنا نُص عصرة ليمونة وهاحطها عليه. ليه هاحط نُص عصرة الليمونة وهاحط الخل؟ دوّة هيخلّي لي كده الزبدة مع الحليب يعني إيه تتقل ترُب كده. فاهمين؟ تدّيني تعمل زي القشطة زي ما بنضربها. شوفوا لمّا بنضرب القشطة كده وتنزّل المَيّة بتاعتها. فاهمينّي أنتم في الحتّة دي؟ هاضربه برضه، هاضرب وأوقّف، هاضرب وأوقّف لحد لمّا تشوفوا القوام معايا عامل إزاي. وبعد كده بقى ننزل بالزيت بتاعنا حبّة، حبّة. معلومة، الزيت ننزل بيه حبّة، حبّة. مش هننزل بكوباية الزيت كلّها مرّة واحدة. زي كده ما بنعمل كده المايونيز والنوتيلا والحاجات دي، بننزل بزيت حبّة، حبّة. شايفين يا جماعة القوام بتاعه؟ ناجحة 100%. بجد والله العظيم. جرّبوا الزبدة دي وهتعجبكم. بُصّوا القوام سايل معايا. طب أنا عايزة أربطه، هاربطه بإيه؟ هاربطه بقى بالزيت اللي معايا. أي زيت موجود عندِك مش هتفرق. هانزل بقى بحبة زيت حبة، حبة، وبرضه كده على الخلاط واضرب. الخلاط طبعًا زي ما قُلنا في كل بيت، فسهلة المكونات والمقادير، وهتعملي الزبدة وتهيصي، وتهيصي كل البيت. بانزل بقى كده حبة، حبة لحد لمّا هاخلّص الكوباية بتاعتي خالص. بُصّوا باضرب وأقف، باضرب وأقف. الخطوات اللي أنا عملتها قدّامكم دي لو مشيت معاكِ كده، يبقى الزبدة هتطلع معاكِ إن شاء الله ناجحة. امشوا بس على الطريقة بتاعتي دي وهتطلع معاكم زي الفل. كده أنا باقول لكم أنا حطيت الكوباية كلّها أهي. ويلا بقى بينا كده نشوف هنعمل ايه. انا هجيب قالب الانجليش كيك، عندك علبة اي حاجة بقى عايزة تعملي فيها. بس انا جبت قالب الانجليش كيك عشان دوت بيبقى عامل زي القالب بتاع الزبدة اهو بالظبط كده. حطيت بقى كيس تلاجة. هاتي كيس تلاجة وافتحيه وظبطي بقى الدنيا كده، وانزلي بقى بالايه بكل المكونات الحلوة بتاعتك دي في القالب كده. وغطي القالب من يعني بالكيس كده، غطيه من فوق وخديه بقى على الفريزر. انا خدته بصراحة كنت مستعجلة،
يعني حطيته كده 3 4 ساعات عشان كنت عايزه انزل يعني الفيديو واوريه لكم. هقفل بقى كده بالكيس من الجنب ده ومن الجنب ده عشان اسويها واظبط الدنيا وهدخلها الفريزر. ولما تطلع هنشوف معانا الزبده وهقول لكم بكل امانه وبكل صراحه الزبده طلعت معايا ايه. بجد هيعجبكم، يعني الوصفه هتعجبكم بجد. انا بقى بظبط هنا الدنيا عشان الشكل بقى يطلع معايا قالب بقى زبده زي اللي بنشتريه من بره. ما احنا مش هنعمل اي حاجه طبعا، انتوا عارفين. القالب طالع معايا من الفريزر زي ما انتم شايفين. وعايزه اقول لكم بقى الحتت اللي بتطلع دي بقى العشق كله، انا عماله ادوق فيها. بصوا من تفاصيلها لتكاتها بفتحها معاكم وبوريكم كل حاجه. ايوه الحتت اللي بتقع دي انا عماله اكلها بقى ورا الكاميرا. جبت بقى القالب بتاعي، قطعيه بقى زي ما تقطعيه. وزي ما قلت لكم انا هقول لكم دلوقتي الزبده يا جماعه طالعه بامانه. طعم الزبده حطيتش زبده نيوزيلندي، زبده جنه، زبده فرن، هتطلع نفس طعم الزبده اللي انت بتعملي بيها. دي اول حاجه تمام. الزبده طالعه معايا ناجحه 100%، وطالعه ريحه وطعم عظمه بجد والله العظيم 3. والوصفه دي انا بحلف بجد لان هي بجد الوصفه طالعه الزبده عظمه بجد. يعني حرام ان انا يعني ابخس الوصفه، لا بجد والله جميله وتستاهل ان انتوا تجربوها. والقالب ده عمل لي كيلو الا ربع، كل كوبايه ربع كيلو طلعت معايا كيلو الا ربع. طب انا بقى بعد ما كده ما قطعتها كده، انا بحب اشيل الزبده حتى لو بشتريها من بره، اجمدها شويه واقطعها مكعبات واشيلها كده في علبه واشيلها عندي في التلاجة على قد مثلا قطعه. هعمل بضايه باخد مكعب، بعمل رز باخد مكعبتين 3، يعني القطعه تعتبر معلقه. انا خدتها بقى وشلتها في علبه كده، بصوا زي ما هوريكم الاول. بحطها كده والله العظيم يا جماعه الريحه طالعه عظمه والطعم جميل. طول ما انا واقفه عماله ادوق فيها بجد يستاهل ان انتوا تجربوها في الغلا اللي احنا فيه وفي الظروف الصعبه اللي احنا فيها دي. فحبيت كده اقول لكم على الوصفه عشان بجد توفروا. لو جبتي قالب زبده هيعمل معاكي كام؟ اقل قالب ب 65 70 جنيه. لا اعمليها وهتوفر معاكي. ولو عايزه كل مره تعملي قالب زبده هتاخدي من الزبده اللي انت عاملاها دي وهتعملي منها قالب تاني جديد. انا جبت بقى هنا زي ما قلت لكم، ده كان لانش بوكس عندي قديم، جبته كده حطيت فيه كيس تلاجة ونزلت نص الكميه والنص التاني. بس هقول لكم على حاجه بامانه، سر محدش قاله. الزبده دي طول ما هي قدامي يعني على بال ما قطعتها يا جماعه بتسيح بسرعه رهيبه. يعني دي العيب اللي فيها ان هي الزبده طعمها وشكلها وريحتها وكل حاجه زبده، بس الحاجه اللي فيها ان هي بتسيح معايا بسرعه. ده السر اللي محدش قاله. بس انا طبعا طالما بحلف وبقول هقول لكم على كل حاجه بامانه، لا هقول لكم بامانه بجد والله هي زبده وطعمها وريحتها وكل حاجه فيها جميله. بس لما بسيبها ثواني كده بحس ان هي بتسيح مني. فانا كده بقول لكم انا شايلاها في الفريزر، باخد منها قطعتين القطعه اللي انا عايزاها وبرجع تاني اشيلها في الفريزر. اتمنى ان انتوا تجربوها وان شاء الله هتعجبكم وتنال اعجابكم ومش هتبطلوا تعملوا الزبده خالص. زي كده من هنا ورايح انا مش هشتري زبده خالص، وهاخد من كل كميه اعملها واعمل من جديد. يا رب الفيديو يكون عجبكم وينال اعجابكم، وبحبكم في الله وكل حاجه حلوه بحب انزلها معاكم وبكل امان. اشوفكم في فيديو جديد وسلام.